السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد في اللغة الإنجليزية وتحسين مستواك بأسرع وقت ممكن. النهاردة يا جماعة بنتكلم على السايلنت letters اللي هي الحروف الغير منطوقة. طبعا في حروف ثابتة ما بتنطقش لو جه وراها حرف معين، زي مثلا حرف الدبليو. حرف الدبليو انتوا عارفين ان هو بينطق واو، لو جه وراه حرف الار الدبليو لا تنطق، زي كلمة رايت. رايت ما بقولش ورايت، رايت. روت، روت اللي هي يكتب وكتب. رونج اللي هو خطأ. ريست اللي هو المعصم بتاع اليد. راب، راب اللي هو يغلف. برضو حرف الكي لو جه وراه حرف الان الكي ما بتنطقش، زي كلمة نو. نو يعني يعرف. نايف يعني سكينة. ني يعني ركبة. برضو حرف البي لو جه قبليه حرف الام البي لا ينطق، زي كلمة كوم. كلمة كوم يعني مشط. توم يعني مقبرة. لام يعني الحمل أو الخروف الصغير. الجي اتش تكتب ولا تنطق في منتصف ونهاية الكلمة، زي كلمة لايت، نايت، مايت. هات كلمات كتيرة هتلاقي النطق بتاعها. متنسوش تدعمونا بسبسكرايب ولايك والاشتراك في القناة ليوصلك كل جديد في اللغة الإنجليزية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.